السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. هرد على بعض الأسئلة اللي اتسألت لي على القصة بتاعة المحامي. إن في حد قال إن هو إزاي، يعني الناس كلها شايفاه هو بينط، طب ليه أخدوا الست وبيحققوا معاها؟ فأنا هوضح بس بعض التفاصيل لأن في ناس تدخل عليها الأمر. المحامي ده، الناس اللي مش عارفة القصة، كان حد موكل ليه قاله ان هو عايز يرجع الشقة بتاعته من بنته. كانت مع والدتها وهي مطلقة، وكانت واخدة الشقة على انها يعني مامتها حاضنة، فاخدة الشقة والبنت قعدت في الشقة وكده، وهي ما يعني ما كملتش لسه السن القانوني انها تسيب الشقة. المحامي قال لباباها اكتب لي الشقة باسمي عشان ارجع الشقة بسرعة او اعرف ارجعها بطريقة اسهل. فباباها راح كاتب له الشقة باسمه. فالشقة اصبحت بتاعة المحامي حتى بعد ما مات. اهو دي نتيجة الناس اللي بتتلاعب بحقوق حتى ولادها وبحقوق بعضها. ولا هو كسب الشقة ولا بنته كسبت الشقة. الشقة بقت باسم ورثة المحامي اللي رمى نفسه. وعلى فكرة هو مش بيرمي نفسه بينتحر، هو كان بينط على البيت اللي جنبه عشان يمشي من غير ما يواجه الست في العمارة أو الجيران. فهو حاسس بالمصيبة اللي عاملها فخاف يواجه الناس، يعني عشان كده نط. والناس اللي بتقول ان هو طب ليه ما الحكومة شايفة والشهود تشهد ان هو اللي نط وكده. ما طبعا الحكومة لازم تحقق وتتأكد. اه في شهود وكل حاجة، بس لازم تحقق وتتكلم معاها وفي إجراءات على ما تشوف الكاميرات وتفرغ الكاميرات، وتسأل الجيران. والبنت اللي شافت وكيل النيابة سألها، ففعلا الحكومة حققت وسألت الشهود، والست مشيت يعني. بارك الله فيكم، شكرا لمتابعتكم، وانا مبسوطة قوي ان انا الفيديوهات اللي انا نزلتها نالت اعجابكم. وان شاء الله باذن الله يعني يكون القادم احسن. انا عايزه افيدكم بحاجات كتير قوي. عايزه افيد ولادكم، لان انا برضو في الاساس خبرتي كبيره قوي بالتعليم. ناس ممكن تقولي ايه لازمه القصص والحاجات دي وانتي مدرسه او معلمه. هقول لكم ان المعلم او المربي يعني الحياة المحيطة بالطفل بتفيد في كل حاجة ليه، يعني حياته الاجتماعية وأسرته والبيئة اللي عايش فيها بتأثر على تعليمه، بتأثر على يعني بتأثر على أدائه في الدراسة وأدائه في حياته. فأنا كنت ساعات الولاد وهم بييجوا مساءكوا خير وأحلى من العسل. شكرا لكم وأنا متشكرة أوي يعني بصراحة. مش عارفة اقول لكم ايه على انا بقالك يعني انا تقريبا دي تاني مرة اطلع لايف، وكنت خايفة قوي، بس مبسوطة قوي ان انا في اقبال على الحاجات اللي ممكن ناس كتير تبعد عنها، الحاجات المحترمة والحاجات المفيدة. ونبعد بمعنى اصح، يعني في حاجات ناس كتير قالوا لي هو انت الناس هتتابعك، هي الناس مش هتشوف اللي انت بتقدميه ده. الناس بتدور على الهلس، بتدور على الحاجات اللي هي يعني اي كلام. فانا برضو هفضل مصرة ان انا اطلع بحاجات محترمة وتفيد الناس و... وان شاء الله باذن الله انجح، وزي ناس كتير محترمين وبيطلعوا يفيدونا، ومش لازم تكون هلس يعني. نرجع تاني للموضوع بتاعنا، ان كل حاجة محيطة بالطفل بتفيده. ان كان في اولياء امور ساعات ولادهم بيبقى فيه مشكلة في الاداء الدراسي او كده، فكنت بقول لهم ايه المشكلة عندهم، ايه مشكلة في البيت، في خلافات بين الاب والام. كنت ساعات كمان بحلها، وكنت بنصح الامهات بانهم يعملوا ايه عشان
الأطفال يبقوا في جو مناسب ولائق إن هم يقدروا يركزوا في دراستهم. كان ساعات أب وأم يبقوا فكنت بقى بتكلم مع أولياء الأمور وأحاول إن أنا أحل المشكلة، وبالذات مشكلة الانفصال يا جماعة بتأثر جامد على الأطفال في السن الصغير. يعني إن الأب والأم لو كل واحد دور على نفسه إن هو ينفصل أو يبعد عن حياة هي شايفها مش مناسبة ليه، بس سايب فكرة إن هو الولاد هيتأثروا ولا لأ، هل هينفع ليهم يكملوا في الحياة من غير أب أو من غير أم، ده أنسب للطفل ولا لأ. لازم نفكر في الطفل قبل ما تفكر في نفسك، وقبل ما تفكر في ان انت تبعد عن جو مش عاجبك لازم تفكر ان انت في اطفال انت مسؤول عنهم، وانت اللي اخترت شريك حياتك ده من البداية، يبقى انت مسؤول عنه عن حياته للآخر، مش تدخله في حياة وتبعد وتسيبه لوحده فيها. آه طبعا انا بقول اللي انا شايفاه واللي شفته طول حياتي، سنين كتير كنت بدرس فيها، وشفت قد ايه الولاد بيتأثروا بمشكلة الانفصال، كمان يمكن أكتر من مشكلة الفقد أو أزمة الفقد، إن طفل يفقد أمه أو أبوه. الانفصال بيبقى كمان أقوى. أهو دي النتيجة، إن أب بينفصل عن زوجته ويرجع عشان بيدور على الشقة وعايز الشقة من بنته. احنا وصلنا بقينا في مجتمع بقى صعب جدا الواحد يفكر في اللي بيحصل فيه. كنا زمان عمرنا ما نشوف حاجة زي دي، وكانت لو حصلت حاجة في يوم من الأيام بالمنظر ده كنا بنقول ده إنسان مش طبيعي. إنما دلوقتي بقت كتير قوي الحاجات دي، الأب أو الأم بيبقوا عندهم أنانية بشعة، وبنلاقي حاجات صعبة بتحصل حوالينا. يعني ربنا يعافينا ويصلح حالنا وحال ولادنا. فأنا معاكم، اللي حابب يسألني أي سؤال خاص بطفل عنده مشكلة في التعليم، مشكلة نفسية، مشكلة أسرية، ممكن أتكلم معاكم ونحلها سوا. معلش ده محمد جنبي بس مندمج شوية. طبعا كنت لسه عاملة فيديو عن الامتحانات قربت، فبقول للناس يعني بقى نستعد ازاي الامتحانات، وازاي ان انت ممكن تلاقي ابنك مشغول بالموبايلات. طبعا ما اقولكوش الموبايلات دي بقى يعني أزمة كبيرة من أزمات العصر اللي احنا بنتعرض ليه. الموبايل بقى جزء من الدراسة وفي نفس الوقت بيعوق عن التعليم. يعني مش عارفين ممكن نعمل ايه في مشكلة الموبايل دي. انا نفسي بعاني منها، بدخل على ولادي الاقيهم ماسكين الموبايل، ببقى مش عارفة اخده ولا اسيبه. واو. في مشكلة بقى بالنسبة للسن الصغير اللي هو سن ابتدائي. ده بقى مشكلته مشكلة ان احنا لازم نقنعه ان ما ينفعش امسك التليفون طول الوقت. طبعا هو ماسك التليفون، شايفني انا ماسكة التليفون واخواته ماسكين التليفون، طب ما انا كمان امسك التليفون، يبقى انا لازم قدامه ما امسكش التليفون طول الوقت. طبعا لازم نعلمه ان بيعرف اسم الحروف ايه. شكرا حبيبتي، انتي احلى والله. احنا بناخده بقى نلعبه شوية، وبعد كده نقوله تعالى بقى ايه، تعالى بقى مرة تانية، وقت تاني للمذاكرة. سيبي حمادة حبيبي ده هو صاحبهم صح؟ قول لهم ازيكم. هيبقى الساعة لايف الأربع بإذن الله الساعة 5.